السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل بسكوت في 10 دقايق للمدارس. تحطيه في اللانش بوكس كده وشكله كمان تحفة. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اجيب بولة واحط فيها بيضاية ونص كوباية سكر. كان عندي بودر استعملته، ممكن تحطي الحبيبات اللي هو العادي خالص. وفانيليا بودر او سائله. السائله نخلي بالنا نحط نقطه صغيره عشان ما تمررش معانا. ونص كوبايه زيت. وبالمضرب اليدوي نضرب كل المكونات دي مع بعضها. نفضل نضربها كده لغايه ما تتجانس مع بعض وتبقى عامله يعني ايه زي الكريمه. هي مش هتبقى بيضه علشان خاطر الزيت، بس زي الكريمه. انا بضرب على قد ما بقدر، انا دراعي وجعني بس بحاول اضرب عشان اطلعها كده تبقى ايه كريميه. نضرب كويس جدا بعد ما تتضرب معايا، وزي ما انتم شايفين الخليط كده، وعلى قد ما تقدروا اضربوها كويس جدا. هجيب كوبايتين دقيق يكون منخول ورشه ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض واحطهم على الخليط وابتدي اخلط الخليط ده كله مع بعض. انا مش عايزه اعجن، انا اخلطهم كده كلهم مع بعض. بعمل بالمعلقه، اسيب المعلقه واخلطهم بايدي لغايه ما كله كده يتجانس مع بعضه وتتكون عجينه. تبقى طريه بس متماسكه، ما تبقاش طريه كده سايحه، لا، زي ما انتوا شايفينها كده طريه ومتماسكه. هروح اسمها على 2. هسيب جزء ابيض زي ما هو، والجزء التاني احطه في بوله او في طبق، واحط عليه معلقه كاكاو خام. بس الكاكاو ده يكون منخول عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه. واحط معاه معلقه حليب واخلطهم بقى كلهم مع بعض. برضو انا مش بعجن، انا هلمهم كده كلهم مع بعض. بعد كده بقى ابتدي اشكل العجينه بتاعتنا. اخد العجينه اللي هي البيضه واعملها كور صغيره، كور صغيره كده قد البليه الصغيره، وكلهم يبقى مقاس واحد. واشكل بقى زي ما انا عايزه. اخد كده 2 احطهم جنب بعض، واتنين جنب بعض قدامهم، وبعد كده واحده. هعمل شكل السلحفاه، واخد قطعه عجين من اللي هي البني وابططها تبقى عامله زي القرصه كده ورفيعه شويه. وبالسكينه هعمل خطوط بالعرض وبالطول وهحطها من فوق. ده جسم السلحفاه من فوق، الكفر كده اللي هو اللي بيبقى الناشف ده بتاع السلحفاه. واعمل برضو واحده بنفس الطريقه. احط كده كورتين جنب بعض وكورتين قدامهم، ما بيتلزقوش بحاجه، هي العجينه بتلزق مع بعضها. وواحده من قدام. واعمل برضو الكفر من فوق او جسم السلحفه من فوق. اعملها زي القرصه كده رفيعه شويه، وبالسكينه اعمل خطوط بالطول وبالعرض واحطها فوق. واخد برضو قطعتين صغيرين جدا وابططهم قد العدسايه. دي بقى تبقى العين، واحطها كده من الجناب على الراس من قدام زي ما انتوا شايفين كده. انا لو مش عارفه اشرح لكم، انتوا شايفين الشكل، شكل سهل جدا وممكن تشكلوا اي اشكال زي ما انتوا عايزين. وعملت برضو شويه زي الورد، عملت الكور بني وكور بيضة وشكلتهم زي الوردة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت ممكن تشكلي اي حاجة، ممكن تعملوهم كلهم كده مدورين او اي شكل تحبي. طبعا وانا شغالة كده بشغل الفرن على درجة حرارة 180. خلصت البسكوت بتاعي هدخله الفرن، ونخلي بالنا مش هيقعد اكتر من 10 دقايق. البسكوت بعد ما طلع من الفرن وسبته يهدى شوية زي ما انتوا شايفين شكله، شكله حلو جدا وهيعجب بقى اطفالنا قوي. ومقرمش كده وايه زي ما انتوا شايفينه بيدوب دوب، يعني مقرمش وبيتفرفت معانا بقنا كده بسرعة. وسهل جدا، عملته في 10 دقايق ومقادير موجودة عندك في البيت. يلا اعمليه بقى لأولادك، تحطوا لهم بقى في اللانش بوكس او يفطروا بيه الصبح كده مع شوية حليب او شاي بلبن. واهم حاجة ما تنسيش تعملي اعجاب للفيديو والاشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.